انا بفكرك تصلي على النبي، بفكرك تصلي على النبي، عشان انا لو جرالي حاجه يبقى الفيديو ده بص انا بموت. امال لو ما كانش في جنبك مدافع شايلك وشايل الزفت اللي انت بتعمل العقم الكروي اللي انت بتقدمه لي في الملعب. في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ انت ماسك علينا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي الاهلاوي الجميل، عامل ايه؟ وحشني. الدنيا بقت وحشه قوي والكوره بقت قوي. انا اتخنقت. يلا يا عم، صلي على حبيبك النبي الاول ودوس لايك ودوس اشتراك. يلا بينا. امبارح يا سيدي حصل حدثين عكس بعض، يمين وشمال. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. هتقول لي مين ايه؟ ما اعرفش. مين بيودي على فين؟ برضه ما اعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا سيدي ان ماتش الاهلي وبتروجيت الساعه 8. حلو. في غلط كده على الناس؟ في حد شتم حد؟ لا. المفروض ان ال11 لعيب اللي نازلين الملعب ياكلوا النجيله عشان الجمهور اللي في الملعب او في المدرجات او في الاستاد او في البيوت او مقهورين، حاسين بقهره. المفروض بقى ان انا اجي واكل النجيله دي حتى لو الماتش مش مهم، بس اديني مجهود واداء ونتيجه يضيعوا المراره اللي جوايا. وايه بقى؟ ايه بقى؟ لما يكون توقعك صح في اول هدفين، في اول تلت ساعه نص ساعه، بس كده. انا ما شفتش الاهلي، انا ما شفتش الاهلي وانا ساكت من امبارح عشان بص هطرشق من اول محمد الشناوي اللي انا عارف ان هو جدد، واتمنى ان بعد تجديدك ده تاخد لك واحده اعاره كده محترمه عشان ترجع تبطل كوره. ده من حيث محمد الشناوي. انا غلبت كلام فيك، انا زهقت. محمد هاني ورامي ربيعه، ده انا جاي لك لرامي ربيعه دلوقتي اتقل بس، وياسر ابراهيم وكوكا. اتمنى ان حد يكلم كابتن عماد النحاس ويفهمه ان كوكا مش عشان بيلعب بشمال ويلعب باك شمال، مش شرط، مش عقيده هي، يعني فاهم انت؟ مش لازم تكون حاجه ثابته كده. تمام. فبعد اذن حضرتك يا كابتن عماد النحاس، كوكا ملهوش فيها، كوكا ملهوش فيها. انت لو هتعمل فينا خير ما تمشيش حد يا عم، بس ما تلعبش حد فيهم، عشان احنا عندنا المراره مفيش. عارف عبله كامل لما قلت لك انا بالله عليك، بالله عليك يا شيخ ماشي. رامي ربيعه، مالك يا معلم رامي؟ مالك يا بابا؟ يعني انت الفاجر، يعني انت اللي مفيش منك. انت مش عايز حد ينتقدك، مش عايز حد يتكلم معاك. انت ايه يالا؟ انت ايه يالا؟ جاي معاك بايه؟ هو انت عشان قعدت في النادي 10 15 سنه يبقى انت ورثتنا بالحياه؟ هو انت جاي معاك بايه؟ مش عايز حد يتكلم؟ حتى مرارة الكلام مش عايز حد يتكلم. انا مش ببرر او بصحح فعل الراجل اللي شتمك ولا اللي قال لك الكلمتين، بس انا كجمهور يا عم عندي مرارة، عندي احساس بحس بيه. انت جاي معاك بان انت اسطورة الاساطير. ده ابو تريكة ما عملهاش يالا، ابو تريكة ما عملهاش ولا طلع على التلفزيون مش انا مش عارف كابتن احمد شوبير عدها له ازاي اصلا، وقال لك ايه يا عم انا ما بلعب ما تتفرجش علي. مالك؟ ما اتفرجش عليك؟ هو انت مفكر او اللي في الاهلي كلهم من اول الاداره لحد اقل لاعب مفكر ان انا لما بتفرج عليه هو بشخصه؟ يبقى انا كده ما بحبش الاهلي. هو مين قال لك ان يبقى انا كده من جمهور الاهلي؟ انا بتفرج على النادي الاهلي ككل. انت لو بتتكلم ان انا اتفرج عليك انت كمجمل، يبقى انا مفيش كوره. مفيش كوره اصلا. يبقى انا كده اروح اتفرج على الدوري المجري ولا اتفرج عليك انت؟ جاي معاك بجلاله ليه؟ مالك يابا؟ فيك ايه يا عم؟ وطلع ترد على الراجل، المفروض ان ده من الجمهور الاهلي محترم. ما تردش على حد، ما تردش على حد يابا. ولو هترد تعمل شوش الصوره. انت شايف ان في حريم وفي رجاله وفي وطق طق طق طق، خلي عندك، مش انت راجل اسطوره بقى وفاهم، خلي عندك ان اي حاجه من الدنيا، من الناس الطبيعيه اللي احنا عايشين. ده انا يا راجل اللي ما حدش يعرفني في الدنيا بحالها بعمل اي زغلله في اي صوره عشان من الكلمه، المنظر. انما انت لعيب كوره ومشهور وفي النادي الاهلي واحسن 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 واحسن، وبتطلب عقدك وبتعمل وبتخلي وبتسوي، بتقدم لي ايه في الملعب؟ انت في النادي الاهلي لحد دلوقتي عشان محمد عبد المنعم. خلينا ساكتين. محمد عبد المنعم اقسم بالله هو عمودك الفقري اللي انت بسببه اتعريت. ولولا ان وجود اشرف داري دلوقتي والله ياسر ابراهيم ما كان شالك، والله ياسر ابراهيم ما كان شالك. انت بتفهم منين يا عم؟ انت بتفهم منين؟
ومش جايه معاك ان حد يكلمك. مالك؟ انت ورثت النادي بالحياه؟ يا كاسر عينينا واخدنا في الضلمه. رد عليا فهمني. وياسر ابراهيم مستواه زي الزفت، وكوكا زي الزفت، وامام ومروان وجراديشار اسمه ده وسام واشرف بن شرقي وطه. حضرتك نازل عايز اعوض الناس دي، عايز اعوض مرارة الناس دي واللي هم عايشينه من يوم افريقيا. انزل ابين المستوى ده. وانت جاي معاك ان انت لما كسبت 4-2 يبقى انت كده جامد؟ ولا شربتها ولا كلت ولا عملت بيها اي حاجه ولا اقتنعت ولا شايفها في قاموس اي حاجه ليها علاقه باللعبه الحلوه. شوف، انا الفتره الاخيره دي مرارتي ما بقتش بتستحمل ان اتفرج ماتش الاهلي للاخر، ويمكن في ناس كتير تزعل من الحته دي، بس انا ما بقدرش بس اضمن حته النتيجه دي وامشي. رحت اتفرجت على ماتش برشلونه والانتر. يابا احنا مش عايشين، يابا احنا مش عايشين جنب الناس دي. ايه الناس دي؟ دي مش كوره، دي مزيكا. ده احسن ماتش في السنه، مش في دوري ابطال، في السنه. احنا ما بنقدمش حاجه، احنا بنقدم عته كروي. لا بقى هقول لك امام ولا بن شرقي ولا زيزو اللي جاي ولا انا مش بعترف بقى. بمناسبه زيزو، نركن بقى حته الماتش. في الاهلي لو ما فاقش هياخد على عينه، هياخد على عينه. الكلمه انا بقولها لك صراحه، مفيش حد فايق في النادي الاهلي اقدر اقول الواد ده اللي عنده ده ولا مروان عطيه. يا لهوي ده انا مغلول، انا مغلول والله. المهم، بمناسبه زيزو يا جماعه الخير، المفروض ان نهائي الكاس 20/5، نهائي الكاس 20/5 اتأجل ليوم 5/6. لسه الكلام مش اكيد، بس كل حاجة بتقول دلوقتي ان هو اتأجل ليوم 5/6. ده معناه ان حضرتك والقيد مفتوح للاهلي من يوم 1 ليوم 10، ونهاية الموسم يوم 6/6. فبالتالي النهائي هيتلعب من هنا، وزيزو مفروض ان هو هياخد شنطته ويسافر مع الاهلي من هنا. ايه اللي انا طالبه من اداره النادي الاهلي بقى؟ انها تصور وتعمل كل حاجه بحيث ان انت لما تخلص كل حاجه والراجل ده يفنش كل ورقه يسافر دايركت على طول، ما يستناش عشان يخش في المعسكر بدري بدري. ويا حبذا لو اي حاجه ظهرت في الساعات المقبله دي تبين حقيقه الامر وتنجزنا بقى بالحوار دوت، عشان احنا اتخنقنا. بص يا اهلاوي، عايز تشجع شجع، عايز تقف جنب ناديك اقف، بس انا بالنسبه لي يا اخي انا مش شايف ان في حد عوضني بحاجه. انت ماتش قدام بتروجيت، انت الماتش اللي جاي قدام حرس الحدود. حرس الحدود اللي هو مين؟ اللي هو بيراميدز كسبه بالعافيه. خليني بس انزل لك على ارض الواقع وفكك من الهيمنه اللي احنا عايشين فيها دي. حرس الحدود خسر من بيراميدز 2-1 بالعافيه. سيبك من الكرة بتاعت محمد فاروق دي عشان عليها شكوك، وانا حاسس ان الواد ده بيلعبها خرصه. فخليني بس المهم يعني ان حرس الحدود فريق لا يستهان بيه. قدر انك خسرت، معلش انا مش بفول، بس قدر انك خسرت. ايه بقى؟ وافرض بيراميدز بعدها خسر، ساعتها انت ايه موقفك؟ مش كان زمانك راكب الدوري؟ اتمنى اللعيبه تراجع نفسها وتخلي بالها من اللي متبقي في الدوري، عشان احنا اتخنقنا والله العظيم. سلام عليكم.